هو إيه أكبر كدبة صدقتها طول عمرك؟ إن النجاح لازم يكون صعب، ولازم تتعب، ولازم تسهر، ولازم تحرق نفسك عشان تستحق تنجح. بس لو قلتلك إن الكذبة دي هي السبب في إن ناس كتير جدا بتفضل تجري من غير ما توصل. أهلا وسهلا بيكو، معاكو نهلة فؤاد، وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. النهاردة هنبدأ رحلة مختلفة، مش هدفها إننا نشتغل أقل، لكن إننا نفهم هل النجاح فعلا لازم يكون مرهق؟ وسلسلتنا مستوحاة من أفكار كتاب بدون جهد، لكن الأهم من الكتاب هو السؤال اللي هيغير طريقة تفكيرنا. يلا نبدأ الحكاية. كان في شاب كل يوم بيصحى قبل الشمس، أول ما يفتح عينه يبص في الساعة ويقول يلا الناس الناجحة سبقوني. يخرج بسرعة، يفطر وهو واقف، ويرد على الرسايل وهو ماشي، يشرب قهوته وهو شغال، ويفضل يجري لحد آخر اليوم. ولما يرجع البيت يقع على السرير من التعب. ورغم كل ده كان راضي عن نفسه، مش لأنه سعيد، لكن لأنه كان مقتنع أن التعب هو الدليل الوحيد على النجاح. الغريب إن محدش قاله كده بشكل مباشر، لكن سمعها بأشكال مختلفة طول عمر. اتعب دلوقتي ترتاح بعدين، النجاح ملوش راحة، نام لما تنجح. ومع الوقت صدق إن كل دقيقة راحة بتأخره عن حلمه. في يوم واحد صاحبه سأل بقالك قد إيه ما خرجتش تتفسح؟ ابتسم وقال لما انجح. قال له وبقالك قد إيه ما قعدتش مع أهلك؟ قال لما انجح. طب آخر مرة نمت من غير منبه؟ سكت لأنه مش فاكر. سأله صاحبه سؤال واحد، هو أنت عايش عشان تنجح ولا عايز تنجح عشان تعيش؟ السؤال فضل يرن في دماغه. عارفين، يمكن أكبر مشكلة إننا ربطنا قيمة الإنسان بكمية تعبه. بقينا بنفتخر إننا مرهقين، ولو لقينا حد بينجز بهدوء بنقول أكيد محظوظ، مع إن الحقيقة إن الشطارة مش في إنك تشيل حمل أكبر كل يوم. الشطارة إنك تعرف تشيل نفس الحمل بس بطريقة أذكى. في النهاية يمكن المشكلة مش في إنك بتتعب، المشكلة إنك مقتنع إن التعب هو الطريق الوحيد. لكن هل في طريقة توصل لنفس النتيجة بمجهود أقل ومن غير ما تخسر نفسك في الطريق؟ ده اللي هنكتشفه في الحلقة اللي جاية. استنوني. أنا نهلة فؤاد، ودي كانت خلاصة النهاردة. استناني كل تلات وجمعة، وما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا أفكار مركزة في وقت محدود. أشوفكم الحلقة الجاية.